استاذ خالد انت يعني انت دكتور طبعا خالد اساسا من مش عايز اسكندريه مش كده؟ ايوه. الاكل الاسكندراني بقى تقدر تقول لنا ايه اهم يعني اكله او الحاجه اللي بتتمسكوا بيها في شهر رمضان بالذات ولازم تبقى موجوده؟ لا بخلي استاذ ماجد في الاخر. يعني انا لان المدام من بحري، فبتوع بحري يحبوا ياكلوا سمك كتير في رمضان. الاسماك بتبقى يعني ايه عكس الناس كلها. ها والله أنا يعني من بحري برضه. والله هي فعلا السمك على فكره بيبقى جميل، وفي اصناف كتيره بيبقى جدا رائع. يعني السمك وبعدين ملوش حل يعني. الاسماك ميزتها زهقش انها منه أبداً. يعني ممكن كل يوم تاكل وبعدين خفيفه في الاكل نوع جديد. الصيام ده ممكن خفيفة تاكل نوع وأكل جديد كتير مختلف بسرعة. عن النوع التاني يعني خطيرة عن سواء انواع اصناف الاسماك، سواء طريقه طب انت ليك في الطبخ ولا؟ لا انا اكل بس. انت تتفرج وتاكل. اكل بس. هو انا وماجد بس على فكره هو خالد البوي لما بيعملش كوبايه شاي عايز اقول لك يعني مش اكل. خالد لا يعني بس ولا كوبايه ميه. لا واضح يا استاذ ماجد انك ليك في الاكل الحمد لله كويس قوي. ما شاء الله الله اكبر ما شاء الله. اه شر بره وبعيد. خرزه زرقاء. احنا عايزينه انت مش عايز خالد، انت عايز حجر. اكيد بتدخل المطبخ يا استاذ ماجد. لا انا تعمل حاجه ولا برضو طبعا لا ما اقدرش يدخل ياكل. الفكره ايه؟ يدخل ياكل. هي الفكره ايه؟ الفكره ان انا ما بقدرش استحمل ان انا استنى لغايه ما الاكل يجي لي فبروح له. فطبعا بيت الاكل لا ما بقدرش انا يا استاذ حماد. بيت الاكل فكره الزوجه بتعرف الحته دي. ما بقدرش. ايوه صح ولا صح ايه؟ مظبوط. تلاقي كشف الحته دي فتعمل مش ايه؟ بيقول لك اقرب طريق لقلب جوزك معدته. لا ده هم يعملوا حاجه. انا مراتي كده سهله خالص معدتي. زوجتي بقى عارفه فين الموضوع ده فبتتقل عليا شويه. ما بستحملش. تقوم داخل بقوم على طول. ايوه وانا زيك. والولاد يقولوا لها على فكره يا ماما بقى جبارين اكل بابا احلى من جبارين. ولادي. لا انا ليا نفس في الاكل كمان عايز اقول لك. والله. طب ما تقول لنا على اكله كده يشرب دلوقتي. العروسه. برضه تدينا خبرتك. طب انا هقول لك على اكله حلوه قوي على فكره جت في دماغي دلوقتي ونفسي اكلها. الكوسه البشاميل. ايه ده بتعرف تعملها؟ يموت فيها. لا بجد؟ ده انا خلي بالك في سيدات كتير لا يتقنوا. اي انا بقول لمراتي، هي مراتي لو سمعت البرنامج ده انا هتطلق، بس انا بقول لمراتي الكوسه البشاميل اللي بتتعمل ازاي. انا اللي بقول لمراتي في اكلات كتير قوي مراتي ما بتعرفش تعملها انا بعملها على فكره. بجد؟ والله. اي اهم حاجه. خلاص بقى ماجد بقى. ايه ضعت. انتوا ضيعونا على السحور ولا ايه؟ انا عندي يا استاذه ناهد زوجتي ما بتحبش. مش هسيبها زي ما هي. يا نهار ابيض. زوجتي عندي في البيت ما تحبش اللوبيا المطبوخه ابدا. فانا بحبها اقعد مده نفسي فيها. فاجي افاجئها في يوم وهي جايه من المدرسه مدرسه تلاقيني طبخ اللوبيا دي تبقى زعلانه اهو اعترف ده عنده نقرس. والولاد بتاع تقول لي الله اللوبيا دي جميله قوي. اقول لها طب مش بتعمليها ليه يا ماما؟ مش بتعمليها الفول على الفطار لان لها ذكرى قصه معايا بقى. كنا انا واصدقائي طلبه مغتربين كنا هنا في القاهره في حميد زيتون وبعدين قالوا لنا كل اتنين يطبخوا يوم. اتفقنا مع بعض. فانا جيت اليوم بتاعي هنعمله ايه؟ زميلي معايا قال نعمله لوبيا. قلت له انت طبختها قبل كده؟ قال لي لا. قلت له اشمعنى لوبيا؟ قال لي انا بشوفه بيحطوها تجري كده. ماشي. فجه ساعه الجد سابني. انا عملت اللوبيا وبعد ما جينا نحطها لقيتها سودا خالص. الصلصه سودا واللوبيا سودا. يا رب حصل ايه اللي حصل؟ نيجي واللوبيا مش محروقه. ده ليه سودا؟ دي ضماير بقى. ده انت وضميرك يا ريس. هتقولي كان المفروض يعني اغسلها كويس اسوها الاول. بتربى زي ما هي. فحتى كنت انا بقطع البصل. كنت انا بحب قوي التمثيليه بتاعت الفنان القدير عادل امام. قطع وارمي. فبقى اقطع بصل البصل احطه لهم. على فكره اليخني ده اكله اسكندرانيه. على فكره اليخني ده لا يعني ما ممكن بس احنا بنعملها في اسكندريه. يا استاذ ماجد انت بتدخل كل حاجه في بعض. الكوسه بشاميل لوحدها واليخني. قول لي بقى انت ما قلتش الكوسه البشاميل اللي بتجيبي شوف انت فعلا خبره ولا؟ طبعا حضرتك تعرفي تعمليها؟ ده هي عايزه تتعلم. انا عايزاها. هو عايز يطمن عشان يقول بقى كده. لا يعني بتجيبي الكوسه وطبعا بعد التقشير والتقطيع والكلام ده بتقطعيها دواير وبعدين بتقليها في الزيت وبعد ما بتقليها في الزيت بتطلعيها بتشوحيها لغايه ما لونها يبقى اللون الذهبي. اللون الذهبي الخفيف ده يعني تاخد بس اللون الذهبي. ممكن تعمليها طبعا مع بصل ما فيش مشكله. تاخد اللون الذهبي وتطلعها فرشاها حاطه رق بشاميل وحاطه فوقيها رق كوسه تاني وحاطه الرق اللي هو اللحمه المفرومه. ممكن نعملها من غير لحمه مفرومه لان احيانا بتبقى الحاله الماديه ما تستحملش اللحمه المفرومه. كيلو اللحمه المفرومه ب 80 جنيه مثلا. لا ما ينفعش بالفراخ على فكره.
اهو دي معلومه مهمه، مش ما تتعاملش بالفراخ. ليه؟ لان الفراخ محتاجه تسويه عاليه، والكوسه ملهاش روح قوي في التسويه. هي سهله بتستوي بسرعه. البشاميل اللي بنعملها عصاجه، تسلق الفراخ الاول شويه طبعا وقطع حتت صغيره وحط يا باشا. نعصج يا عم انت بالكبد والقوانص يا استاذ ماجد. غلط يا جماعه، ده علم، ده علم يا جماعه، ده علم. وبعدين تعصجي طبعا العصاجه برضو في الفلك والكلام ده والحاجات دي والبهارات، وبعدين تفرشي الرق التاني وتحطي وتدخليها الفرن وتسيبيها من تلت ساعه يعني لنص ساعه، من تلت ساعه لنص ساعه تلاقي طبقه البشاميل قبت كده، تطلعيها تطفي عليها وتسيبيها تكمل سوا هي بقى مع نفسها بس. المره الجايه واللي بياكلها بيحصل له ايه؟ الحمد لله. لا بس على فكره بقى انا عايز اقول لك على معلومه، ما تتاكلش سخنه، ما تتاكلش سخنه، بس مش هتشعوط تلزق. لا ما تبقاش ساقعه، بس ما تتاكلش سخنه، وهي دافيه لازم تبرد وبعدين زي مسقعه مثلا، انا بحب كده مسقعه تبقى جميله. انا برضه طباخ كويس جدا لان انا اتغربت كتير، بس في اكلات بقى انا كنت علمتها من المدام، اكلات تونسي. ايوه كنت لسه هقول لك بقى الاكلات التوانسه يحبوا الحاجات الحراقه. جاني برنامج في التلفزيون قلت على اكله، لقيت بعديها بكام يوم كان حفله نادي الزمالك، لقيت كل حريم في النادي واقفين طابور. لا والله ده احنا بندعي لك لانه وفرت علينا حاجات كتيره جدا، هي اكله مغذيه جدا. اللي هو التونه بالبيض. تونه بالبيض؟ دي جديده دي. ما انا بقول لك جديده. هو في ناس بيفتكروها فيها زفاره، انت تجيب التونه العاديه. العلب ولا السمك؟ لا التونه الاسكندرانيه احنا عندنا السمك. لا التونه العلب، التونه نفسها. وتروح حاطط شويه زيت ذره خفيف كده، تصفي الزيت بتاعها وتقلب فيها التونه وتكسر بيضتين وشويه فلفل اسود وكله ادعي لي، ولا زفاره ولا بتاع، وطعمها يجنن وبروتين عالي جدا. يعني تكسرها عليها كده؟ لا اكسر البيض طب انا واضربه في البتاع، اضربه انا سامع منار الوصفات دي، ابو منار تتكسر بعد، لان التونه مالحه اصلا عشان كده الصوديوم ما ينفعش عليه. بس اكله مغذيه وممكن نعمل سندوتشات للعيال الصبح وما. لا ده انا هقول لحضرتك بمناسبه التونه بقى، ده غير بقى الاكلات انت ممكن تعمل التونه. طيب في حاجه اسمها ما التونه لا تعمل التونه، صنع التونه، لسه واكل مكرونه امبارح. مكرونه برضه. يعني عايز اديك بقى برضه للستات في حاجه اسمها ام حوريه، دي تونسي يا اخوانا. ام حوريه؟ دي اكله. ده ليه بقى سمت دي ام علي عندنا بقى، زي ام علي عندنا، هي طلعت تسمع دي عباره عن جزر اصفر، بيتجاب الجزر اصفر ويتسلق قوي، بس ما ياخدش نعومه قوي، يبقى محبب شويه كده، واخد بالك، وممكن يتضرب في الخلاط وتحط له بقى التومه وتحط له زيت زيتون او زيت ذره والفلافل وبتاع وكله ده. يا سلام يا سلام. هتلاقي جنن. الاستاذ حماده سلطان طلع مش ملك الضحك بس، ده ملك الاكلات كمان. وفي حاجه اسمها لحمه بالتونه، يعني اللحمه وبتتعمل بالتونه. زي اللحمه البارده وتحشيها بتونه كده وبتاع. بتفكروني في حاجه اسمها الطاجين. لا ده في اكلات خطيره جدا. السحور جاهز يا استاذ ماجد، صحي كتير قوي. انا خلاص بيعملوه دايما كله بزيت الزيتون او زيت بعد المكسب، ولكن يحبوا البهارات. لا هم يحبوا الهريسه. الهريسه دي اللي هي مش هو هي صراحه بيعملوا هم وليبيا، شمال افريقيا لغايه الجزائر كلهم بيستعملوا دي. بلاد الشام عامه بيشربوا الحلويات اللي هم لا ده مش الهريسه، ده هريسه حراقه. لا هريسه مش شط. لا ده هريسه حراقه بيعملوها سندوتشات. الهريسه دي بيعملوها سندوتشات بزيت زيتون في ليبيا وتونس والمغرب العربي اعتقد على الطريق كله سندوتشات. بيعملوا الهريسه نفسها من غير حاجه، بيعملوا سندوتش. ده صحيح، يموتوا فيها ياكلوا. بس هو لان في حاجه اصل هم كمان درجه حراره زي اوروبا، يعني تونس ساعات الجبال بشوفها ثلج. صحيح. فدي بتدي نوع من الطاقه بالنسبه لي. طب هل استاذ حماده حضرتك استاذ حماده سلطان نجمنا طبعا ضيفنا العزيز النهارده ونجومنا الاعزاء اللي يعني مشرفينا لا كلنا طبعا في ضيافه اولا واخيرا الاستاذ ماجد عبده. شربناش كوبايه ميه الحمد لله. شرفتونا. دعوه على السحور يا عم انا حقنا ناشف. شرفتونا ونورتونا. الله يخليك. استاذ حماده سلطان سافرت بلاد كتيره مختلفه سواء كان في الدول العربيه او بعض الدول الاوروبيه وقدمت حفلات كتير. انا رحت كله استراليا وكندا وقدمت حفلات كتيره وكان الجمهور هناك بيستقبلك استقبال يعني حافل جدا. امريكا تدي مش ضد الوحدويه يا استاذ حماده. لا انا بعيد عنها. اللي بيقول واحد اسمه عوضين اتخبط في عمود كل العوض ضاع في ناحيه. حلو. ايه اغرب حاجه شفتها يعني في دوله من الدول اللي سافرتها؟ اولا اغرب وامتع السعوديه.
بالذات في شهر رمضان. الله، لان انا يعني فطرت كتير جدا في الحرم. المنظر الجميل الالهي الحلو الروحاني قوي، انك اثناء الفطار جوه الحرم نفسه بيفرشوا كده حاجات زي الاستكايه كده، تمر بقى، ويا بخت من يفطر صايم سواء تبص تلقي بيتكلبوا عليكي. انا في مره من المرات لميت تمر انا مش عارف عدده قد ايه، ايش باكستاني وايش هندي وايش شيء ممتع. وتاخدي العجب العجاب بقى انك بتاخدي التمرتين 3 دول مع شويه زمزم اكنك واكله خروف. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. طاقه غير عاديه. اقل قليل ما نقدرش ناكل بقى لحد ما نوصل الساعه 11 بالليل مثلا. لا ما ينفعش معاه صحيح. دي حاجه لا حاجه تمر والماء او تمر واللبن يعني الحاجه زي متكامل. حاجتين هم كده ورا بعض في عجاله. الحاجه الثانيه ان انا مره في باريس بقى فطرت الساعه 11 بالليل لغايه ما الشمس المغرب عشان المغرب ماشي الغروب كده متاخر عندما يتباين الخيط الابيض من الخيط الاسود. فدي دي حاجه. في مره برضو صدفتني بقى في لندن عمليه جميله جدا في حكايه يوم الجمعه. صحيح. يعني حتى في تونس برضو والسعوديه وحاجات طقوس عاديه جدا الاكل والشرب والحاجات دي، انما الجو الروحاني الجميل بتاعنا والموالد والحاجات دي مش موجوده. فانا بقيت قاعد لوحدي انا في لندن، لقيت ابراهيم ده بيكلمني بيقول لي انت النهارده هتيجي تفطر عندي لحمه وفته. ده كان واضحه. وجاب خروف فعلا وذبحه على نفس الطريقه والكذلك والتومه والبق والحاجات دي كلها. فحسيت ان انت فين؟ زي عمر الشريف بقى. شوفي المعادله. عمر الشريف في باريس كان يجي يتفرج عليا يقول لي انا بحس ان انا في مصر. عشان النكته. ازاي؟ يقول لي انا بحس ان انا في مصر لما باجي اسمعك يا حماده بحس ان انا في مصر. الفتره اللي هو كان بعيد عن مصر. وكان معاه السكرتيره بتاعته دي تسوق له بالليل عشان يعني كان برضه في السهر وبتاع ليه طقوسه الخاصه ما كانش يقدر يسوق له. فالواحد شاف انا شفت حاجات كتيره جدا في حياتي، بس هي زي ما بقول لحضرتك امتعني قوي الجو الروحاني بتاع الكعبه في حكايه طبعا يعني الجو هناك سبحان أمريكا الله. بقى امريكا من اجمل ما يكون في شهر رمضان. رمضان. اتمنى ان تعمم للاخوه يسمعوني اللي بيتكلموا في الاسلام وفي الدين. هذا هو الشرع الحقيقي. السنه يوم الجمعه في امريكا في واشنطن. انا لقيت واحد صاحبي بيقول لي تعالى احنا هنتغدى في الجامع بعد صلاه الجمعه. فانا فكرت في الجامع في مطعم جنب الجامع. اتاري من طقوس السنه النبويه الحقيقيه ان يوم الجمعه يحصل اكل في المسجد. مش جوه المسجد نفسه، لكن بنعمل طابور ويقف كل واحد يديك هبره لحمه كده مسلوقه في ساحه المسجد مثلا. احنا عايزين طبق سوري في مصر. احنا عايزين طبق عنوان يا استاذ دي بقى مائده الرحمن الحقيقيه بتبقى ثابته كده طول العام كل يوم جمعه. بمناسبه بقى انت تاخدني معاك امريكا على طول. جاي معاك امريكا. ابعتك لواد اخويا عشان بمناسبه مائده الرحمن. مائده الرحمن لا توجد الا في مصر. يا ستي خلي رمضان ده هو السنه كلها رمضان مثلا في الكرم بتاعه. ننشر مظاهر البر والخير في ليه؟ انا عايز اقول حاجه. لان انفع الناس انفعهم للناس. لازم هي لا تواجد بقول لك طول انا العام. لو بات جاري جعان ده بالنسبه لي جنايه عند ربنا. جاري النهارده. وعايز اقول معلومه للجار على فكره، في ناس كتيره بتفهم غلط يعني فكروا الجار اللي هو ساكن جنبك. لا، كل من جاور بني ادم فهو جار. يعني احنا قاعدين مع بعض دلوقتي احنا جيران. ركبت الاتوبيس يا استاذ حماده. ركبت الاتوبيس ركبت الاتوبيس قاعد جنب واحد بقى جار. مش الجار زي ما قالوا ده مثل شعبي يا اخوانا اللي يقول لك النبي وصل اصابع جار. ده مثل شعبي مش حديث. ويتداولوه في اغاني كمان للاسف. لا والحديث ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى كاد ان يورثه. مش كده التوصيه بقى مش جايب معنى الجار زي ما قلت لك. لا، كل من جاور بني ادم جاره. يعني انت جريت واحد في الاتوبيس ولقيته تعبان قوم وريحه ما هو جارك. مش عارف كده. ايوه بس ما كنتش باكل سندوتش وتقول لي اكل اللي جنبك. انت مفجوع بقى. اشار ونقد الدكتور خالد البوري. يعني بنتكلم عن صلة الإنسان بالإنسان، صلته بجاره، طبعا صلة الرحم. واللي احنا يعني بنقول ما يبقاش في شهر رمضان فقط أن يعني نتراحم ونصل الرحم، ولكن طول السنة. هل حضرتك شايف انه المسألة دي اختلفت؟ اسمحوا لي بعد من الآن بس قبل ما انسى عن السنوات السابقة. عايز اقول حاجة حديث للأسف ما حدش بيتكلم فيه كتير. يعني هو في حديث ربنا زي من قطع رحم قطعته ومن وصل رحم وصلته. في حديث يا اخوانا
الناس لو سمعوه كويس مني كده اهو وراحوا راجعوه كويس هيستعملوه ليل ونهار، لانه بيقول لك صلة الرحم تطيل العمر. الله. صلة الرحم تطيل العمر. مين اللي يطول عمرك؟ مفيش الا هو الخالق. مفيش الا هو الخالق. فشوفي بقى عايزه عمرك يطول كده اذا كنت. ده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من اراد ان يمد له في عمره ما هي ده ويزاد له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. ما هي صلة الرحم. فليبر والديه وهو راح مديها لك بقى مباشره طول العمر وسعه الرزق. ده لك مباشره قال لك صلة الرحم دكتور خالد البوهي في مشكله ان الحضاره دايما بيبقى لها ثمن شويه. الحضاره، كل المجتمع الحضري اما بيتقدم صحيح. يبدا العلاقات الإنسانية تتفكك، يبدأ يعني المجتمعات الريفية مثلا بتبقى أشد تمسكا في العلاقات الإنسانية. الصعيد بيبقى أشد وأشد. تبدأ تدخل على المدن الريفية تلاقيها تقل شوية، تدخل على اسكندرية على القاهرة تلاقي الدنيا تفككت أكثر. على هذه العلاقات الإنسانية طبعا لك. ايوه اتفضل. احنا بس هنكمل كلامنا، لكن استاذ حماده سلطان نجمنا وضيفنا العزيز النهارده في دعوه على السحور، يعني جاء الوقت واضح انه ليه ميعاد. المسرح والعمل مقدس يا اخوانا والعالم عباده. شرفنا بيك النهارده. الله يخليك، انا سعيد بيكم جدا بالجماعه الكويسين. وعايز اقول له نكته على اسكندريه. ده قبل ما تمشي بقى، راجل بلدينا صور صوره بالمايوه بعتها لاهله في البلد، بعتوا له هدومه. الله يخليك، شرفنا بيك. بص يا دكتور التليفونات معاكم وانا تحت امركم. كل سنه وانت طيب. وانت طيبه يا اختي، ورمضان كريم. ونورتنا. ربنا يخليك يا رب. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. لنا لقاء قريب ان شاء الله. انا في انتظار دعوه سعادتكم ان شاء الله، ومش هاكل ما تخافش. ربنا يخليك. مع السلامه. احنا مكملين مع بعض.